لو انت لسه بتفكر ان الاستثمار في طفلك هو انك تشتري له شقة او شهادة في البنك، فاحنا محتاجين نتكلم مع بعض شوية. زي ما انت شايف كده، العالم حوالينا دلوقتي ماشي بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وعلشان تستثمر في طفلك صح فانت لازم تأهله انه يواكب كل ده ويكون مستعد انه ينجح في ظل كل الحاجات اللي حوالينا دي كلها. يعني لازم تعلمه وتأهله انه يكون عنده الامكانيات اللي تساعده دلوقتي وفي المستقبل، مش دلوقتي بس. والموضوع مش معقد قوي، لان عندنا في اي سكول بنقبل الطلاب من سن 6 سنين ل 18 سنه، ومش بس بنعلمهم برمجه وذكاء اصطناعي، لا كمان بنديهم سوفت سكيلز ومهارات كتيره جدا تخليهم قادرين يفكروا تفكير منطقي ويتعاملوا مع العالم اللي حوالينا. ولما اقول لك برمجه مش يعني اساسيات البرمجه، لا، انت ابنك بيكون قادر انه يعمل مشروع او لعبه او ابلكيشن في اخر الرحله التعليميه بتاعته، وانت بنفسك هتشوف دوت. فتخيل كده ان اللعبه اللي ابنك بيلعبها على الموبايل يكون هو اللي مطورها بنفسه. وكمان السيشنز في اي سكول لايف 1 تو 1، يعني ابنك مع المدرب بتاعه، يعني هيعرف يسال وقت ما يحب، يستفسر عن كل حاجه ويتعلم بتركيز من غير اي تشويش. وعلشان انت كولي امر تراقب بالظبط ايه اللي بيحصل مع طفلك وايه التطور اللي هو وصل ليه، فاحنا عاملين لك نظام تقدر تتابع فيه تطور طفلك من وقت ما دخل لحد ما يخلص. مستني ايه بقى؟ قدم لطفلك دلوقتي في اي سكول وحطه على الطريق الصح لمستقبل احسن. ولو في اي تفاصيل اضافيه انت محتاج تعرفها، ممكن تبعت لنا دلوقتي على واتساب. بس كده.